اوعي تسترخصي، جيب السمكه المتوسطه في الفلوس ومتوسطه في الحجم، عشان برضه في بعض السمكه شيخه بتعيب، بتبطع من عند الديل، بتفرول، بتمرهم، بتعيب معك. السمك اللي هو الايه، اللي هو بتاع الصف، اللي هو السمك الحمصان ده. فخلي بالكم يا جماعه من سمك الحمصان بالله عليكم، وتابعوا الفيديو للاخر عشان تستفيدوا من كل جديد. السلام عليكم، صباح الخير عليكم وصباح الفل عليكم. يوم جديد ان شاء الله بالشغل، مش الممنوعات ولا حاجه، هو شغل بس صنع ايه ايدينا بفضل الله. ده يا اولاد الرنجه الهولندي، فيها المبطرق فيها النشا، بس هولندي تمام، يعني لحمه بيضه صافي زبده فلاحي. ده يا جماعه ب 180 جنيه، بنبيعها ب 150 بس، انت تبيع انت بقى بال 180 ماشي. بص الدهن بتاعي اهو، اهو سمين اهو، ده اهو دهن اهو مش تلج، اهو دهن اهو سمين شايف. وهنفتح برضه منه دلوقتي، بس ايه سمكه طريه شويه عشان خاطر ايه كان في الثلاجه. تمام. ده مروق اللحم بتاعها ومتماسكه ولا لا، عشان الناس بتقول لك ايه يا ترى السمك ده بيبقى سايح بيبقى عامل، انا هوريكم على الطبق اهو يا حبايبي. السمكه اهي تمام، يعني ما يسقعنا ولا حاجه اهي تمام. وهنقشر لكم منها اهي يا اولاد، ومبطرخه اهي، ده نشو بطرخ نشو اهو تمام. اهي سمكه زبده فلاحي اهي. ده يا اولاد ب 180، بنبيعه ب 150، الاربع حبات كيلو، السبع حبات 2 كيلو كده يعني. بس سمك بيوحد ربنا، سمك بجد، رنجه بجد، صلاه النبي عليه حاجه سايحه نايحه يعني والله تمام. وسمك سمين جدا جدا جدا، وهولندا لا عظم بقى ولا سل ولا الكلام ده كله اهي. اهي لا عظم ولا سل ولا اي شيء في الدنيا، عندك اللحم الفص فص اهو، والبطروخ اهو وسلسله حبايب بس اهي. اهي لما تصوروا بقى، وعلى فكره دي العب مش حاجه خالص ان نبقى لها ب 100 180 150. انت بقى ب 180 ب 200 زي ما انت عاوز، لان السمك النظيف الاكل النظيف دلوقتي بقى نادر والله، في الفسيخ وكل حاجه. تابعوني بقى عشان ايه، انا هكمل لكم السردين برضه، وده اوردر طالع بفضل الله، ربنا يرزق اصحابه وهوريكم الفسيخ وكل الحاجات. فخليكم معايا وواحده واحده مع بعض، عشان برضه في كلمتين عايزين نقولهم ايه لبعض. يلا خليكم معايا زوروا. طيب يا حبايب، والسردين اهو برضه، عشان ايه والله لازم اوريكم كل حاجه، لازم اوريكم كل حاجه يا حبايب. ده البلدي الصغير بتاعنا، كله بلدي بس يعني ده الصغير من الاخر يعني. ده الصغير اللي هو الايه ال 30 ال 30 1 كيلو بعد الملح تمام. بس زبده فلاحي ويتمسك ويتقشر ويتعمل ويتخلى وكل الحاجات اهو يا حبايبي، حاجه بسم الله ما شاء الله. وعلى فكره ده ب 120 جنيه، يعني ما هوش ب 10 جنيه ولا حاجه، ده ب 120 جنيه ني، يعني انا جايبه ب 120 جنيه ني. تصوروا الموضوع ده، يعني انا مش مصدق، لو انتم مصدقين انا موافق، يعني انا مش مصدق، لان طبعا كنت بجيبه الزمان ده يعني من 5 سنين ولا حاجه، كان ب 10 جنيه، وكان بيبقى غالي علينا والله. فخليكم معايا بقى اما اوريكم ايه الفسيخ. ثواني اوعى تروحوا في اي حته يا اولاد. هي جات لكم في الفسيخ برضه، معلش كان معانا حد عاوز يشوفه او صاحب الاوردر يعني عايز يشوفه مفتوح، قلت ما افتح له واحده السمك يعني بالعدد، ما عادش ينفع افتح اكتر من كده تمام. زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. والله يا اولاد زبده، والله الله اكبر زبده، زبده السمنه بتاعته اهي شايفينها يا اولاد اهو. انتوا عارفين الناس اللي بتشرش بالميه والملح احسن يعني حققت في الموضوع ده، وفضلت وراه لحد ما اكتشفت الخطه فين والخدعه فين. ربنا يصلح حال عباده ويهديهم ويهدينا يا رب. غلط اللي بيعملوه غلط طبعا، غلط 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 تمام. غش في الميزان وفي نفس الوقت برضه السمك بيشرب ميته تاني و... و... وسرابه تاني وطينه تاني ودمه تاني، ويعني حاجه ما هيش كويسه. ربنا يهدي الناس يا رب. السمك بتاعه يا اولاد في احسن من كده، بامانه عليكم في احسن من كده. السمك ده 7 حبات 2 كيلو ولا 4 حبات كيلو ب 190 جنيه ببلاش، يعني اقل من حقه سمك ني ببلاش. 190 جنيه فسيخ يا اولاد، ال4 حبات كيلو وشويه، و7 حبات 2 كيلو. سمك زي ما انتم شايفين اهو، سمك صلاه النبي اهو، ملبن كريمه اهو، ملبن كريم اهو،
تخنه ايه دار السمكه. يا جماعه برضه الصناعه عليها ناسها والله، الموضوع مش عكه وليس كله كويس والله خالص. تمام، والله اربعه في الكيلو. شوف السمنه بتاعته، صلاه النبي، سمنته يا ولاد والقشطه، خير القشطه دي نعمل بها عيش دي ورقاق وفطير ومشلتت وحاجات. امال ايه؟ ده مجدي. بكده يا اولاد انا وريتكم الرنجه بتاعتنا، ووريتكم السردين بتاعنا، ووريتكم الفسيخ بتاعنا انتوا عارفينه. في كلمتين عايز اقولهم بقى. اي حد يا اولاد يشوف حاجه حد يصلي على النبي، ولو عنده استشاره، عنده سؤال، عنده حاجه يتفضل يقوله، ما يشغلش دماغه على اللي بيساله. زائد ان هو ما يوعدش ويخلف. يعني مثلا عايز منك اوردر وفجاه انا مش عايزه، او فجاه انا عييت، او فجاه انا سافرت، او فجاه ما يردش. الفودافون الكاش يا حبايب عشان خاطر انا خدت فلوسي وانت عليك تاخد سمكك بقى، فغصب عنك هتاخد سمكك. انما يا حبايب لما انا اقوم قايل السمكه هون يا اولاد وهبعته لكم وابعتوا لي الفلوس، بيروح يبيت في المكتب وما يروحوش يستلموه. عندنا مشوار، ده هنا بنتفسح، ده هنا مش عارف فين. انا اللي البس يا جدعان الطين واشيل الطين على دماغي. السمك بيجي لي حادق وبيجي لي معيب. السمك بيروح لهم بالملح بس، مش بيروح لهم بتلج ولا مجمد بحاله زي ما انتم شايفينه كده اهو. تمام، فطبعا بيجيف واللي بيقدر ربي بيعيب وبيتزفي. طب وانا ذنبي ايه؟ فلازم تبعت لي فودافون كاش. خايف مين يسال عليا؟ وبرضه انا ليا يعني عتاب على اخواتي اللي بياخدوا مني. انتوا دلوقتي يا حبايب بتاخدوا مني السمك، عرفتوا تعاملي وعرفتوا يعني شغل ازاي. يكتبوا بوست وينزلوا ريفيو حاجه ان احمد ابو رجب معاملته كانت وحشه ولا حلوه، ولا فودافون الكاش حلو ولا وحش. على فكره انا بدفع على 1000 جنيه 15 جنيه، المفروض اني مثلا لي 1000 جنيه عايزين ب 1000 جنيه سمك، تبعتوا لي ال 1000 جنيه مدفوع له الكاش ومدفوع له كل حاجه. ما لاني انا بطلب مثلا كده 5 6000 جنيه بدفع على ال 1000 15 بمبلغ. فانا برضو ما بقولش لحد ادفع لي، ولا اقول له انا ماليش دعوه تبعت لي الفلوس بتاعتي كامله، ما بقولش الكلام ده. فانتم خليكم برضو يعني كويسين معايا كده هو انه وما يرضي الله، ده مرضي الله ما يزعلش. تمام يا حبايب؟ فبالله عليكم الفيديو ده هو عنوانه، واخدين بالكم، اللي بما يرضي الله ما يزعلش. عنوانه هيبقى كده ان شاء رب العالمين. الشغل بتاعنا وريته لكم اهو. دي يا جماعه عامله عشان خاطر الاسعار يا جماعه اللي من دول احنا في كارثه. تمام، احنا في كارثه ليه؟ لان داخلين على مدارس شهر 10 وداخلين على الايه، اللهم صل على سيدنا محمد، السمك المبطرخ، فبالتالي البور الفاضي هيغلي. فالنهارده البور يا جماعه بتراوح من 250 يعني الفسيخ لحد 400 عند بعض من الناس. انا عندي اقصى حاجه 270 جنيه اللي هو سمك العفر الكبير. تمام، فانت لما تروح تشتري من السوق لقيت سمك مثلا ب 120 130، ده ما تجيبوش، ان ده مش هيبقى فسيخ ولا ينفع حتى يتاكل. فتبدا تجيب من اول 170 150 كلام من ده، كان طبار ولا حاجه صغيره. خلاص. فاحنا يا جماعه نعمل حسابنا ان السمك المضروب يعني خف عن الاول، لان السمك البوري غلى، الفاضي غلى، لان المطر هيدخل علينا. فبالتالي ان احنا ما نلاقيش حاجه رخيصه نسترخص ونجيبها. اوعي تسترخصي، جيب السمك المتوسطه في الفلوس ومتوسطه في الحجم. عشان برضه في بعض السمكه شيخه بتعيب، بتبطع من عند الديل، بتفرول، بتمرهم، بتعيب معك. السمك اللي هو الايه، اللي هو بتاع الصيف، اللي هو السمك الحمصان ده. فخلي بالكم يا جماعه من سمك الحمصان بالله عليكم، وتابعوا الفيديو للاخر عشان تستفيدوا من كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.